الموضوع الثاني أعزائي الذي سنتكلم عنه هو رقم التأمين التقاعدي. رقم التأمين الاجتماعي أو رقم التأمين التقاعدي، ما هو هذا الرقم؟ كلمتا رقم التأمين الاجتماعي ورقم التأمين التقاعدي تعنيان الشيء نفسه، هما فقط اسمان مختلفان لنفس الرقم. رقم التأمين الاجتماعي أو رقم التأمين التقاعدي هو رقم خاص بك وحدك. إذا كنت تعمل أو مؤمنا عليك في ألمانيا فإنك ستحصل على هذا الرقم. هذا الرقم لا يتغير أبدا، حتى لو غيرت اسمك أو انتقلت إلى مكان آخر ستجد هذا الرقم على بطاقة خاصة تحصل عليها عبر البريد من مؤسسة التأمين التقاعدي الألمانية. تحصل على هذه البطاقة عند بدء أول وظيفة لك في ألمانيا. لماذا تحتاج هذا الرقم؟ هذا الرقم يستخدم لتحديد هويتك في نظام التأمينات، وهو مهم جدا من أجل التأمين التقاعدي، التأمين الصحي، تأمين الرعاية، تأمين البطالة. بفضل هذا الرقم يتم تسجيل المبالغ التي تدفعها إلى التأمينات الاجتماعية. كما يساعد هذا الرقم على حساب استحقاقاتك مثل المعاش التقاعدي أو بدل المرض. صاحب العمل يحتاج أيضا هذا الرقم لكي يتمكن من حساب مساهماته في التأمين بشكل صحيح. ماذا تفعل إذا فقدت الرقم؟ إذا فقدت الرقم يمكنك طلب إصدار جديد عن طريق شركة التأمين الصحي الخاصة بك أو عن طريق مؤسسة التأمين التقاعدي الألمانية. احرص على الاحتفاظ بالبطاقة جيدا، ويمكنك أيضا حفظها بشكل رقمي حتى تتمكن من الوصول إليها بسهولة عند الحاجة. وشكرا.